السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم النهاردة مطبخ اكل السمك، والنهاردة هنعمل سنجاري. هنعمل البوري سنجاري. انا جبت سمك بوري ونضفته كويس وفتحته من الظهر، وبعدين غسلته كويس ونقعته في مية وملح وخل وليمون، وبعد ما اتنقع لمدة ساعتين صفيته كويس. وبعدين نيجي بقى لمكونات السنجارة. عندنا جزرتين مبشورين، وعندنا بصلتين متقطعين دواير، وعندنا 4 قرون فلفل الوان واخضر متقطع مربعات، وعندنا 4 طماطم متقطع مربعات، عندنا 5 ليمونات، عندنا معلقتين توم مفروم، وعندنا زيت، وعندنا بهاراتنا بقى بتاعت السمك اللي اهم حاجة في الموضوع: توم باودر وكزبرة ناشفة، وعندنا بهارات سمك، عندنا كمون، وعندنا معلقة كاري صغيرة، ومعلقتين كبار ملح. دي بهاراتنا يا حبايبي، ويلا نبدأ معانا في عمل السنجاري. اول حاجة هنعملها وهي ان انا هجيب بولة وهنزل بالطماطم والفلفل والجزر والبصل والجزر، كل دول يا حبايبي هحطهم على بعض، وهنزل معايا بمعلقة توم بس. المعلقة التانية هنحتاجها دلوقتي واقول لكم ليه. هسيبهم على جنب دلوقتي عشان اخلطهم مع بعض. بعد يا حبايبي ما نزلت كل حاجة في طبق مع بعض، هسيبهم على جنب عشان اعمل اهم حاجة، ان انا اتبل السمكة الاول. هنزل بالثوم البودر، الثوم الصحيح مفروم، وهنزل بقى هاخد معلقة من كل البهارات ديت، انا خدت كده نص البهارات اللي عندي، وهاجي عصير الليمون، هعصر الليمون، هعصر ليمونتين على الخلطة يا حبايبي. اساس السمك ده التتبيلة والليمون. بعد كده يا حبايبي هعمل ايه؟ هنزل بشوية زيت، واقلب بقى الخلطة ديت مع بعض. اقلب البهارات والثوم والليمون والزيت مع بعض. هاجي بقى اجيب السمك بتاعي، افتح بطنه وانزل بقى عليه بالخليط اللي انا عملته ده اهوت، بس عشان تبقوا واضحين معايا اهو. ادعك كده السمكة عشان تاخد من التتبيلة وتشربها وتبقى معاكي طعم السمكة حلو اهوت كلها. واقفلها كده. جيب التانية، هتبل كل السمك بالتتبيلة اللي معايا ديت قبل ايه ما احط الحشو عليه. هتبل كل بعد يا حبايبي ما خلصت تتبيل السمك بالمنظر ده بالشكل ده كده، وحطيت التتبيله فيه كله اهوت تبلته، هعمل ايه؟ عندي سمكتين هنا انا فاتحاهم من بطنهم علشان هعملهم صينيه
بالخضار. صينية سمك بوري بالخضار جنب السنجاري. يبقى انا كده النهارده هعمل طريقة عمل السنجاري، ومعايا برضو طريقة عمل السمك البوري في الفرن بالخضروات. اهو انا تبلت السمك يا حبايبي اهو. هسيبه بقى على جنب لحد ما ما اقلب الخلطة مع بعض. هاجي بقى يا حبايبي للخضار بتاعي، هنزل بالبهارات، بقية البهارات كانت معايا، واعصر الليمونة، اعصر الليمونة، انا هعصر ليمونة واحدة بس عشان انا عصر اصلا ليمون على البهارات فمتبل وليمون كويس كده. هقلب بقى مع بعض، احط الزيت كمان، شوية زيت، واقلب بقى كل الخضار ده مع بعض عشان الخضار الحلو ده اللي هنحطه على السمك. هفضل اقلبه لحد ما يبقى كله مع بعض. بعد يا حبايبي ما قلبت كل الخضار مع بعضه مع البهارات مع الليمون مع كله، هجيب بكر فلفل اهو، هقطع هاجي اتنيها نصين، واجيب السمكة بتاعتي احطها كده والفها من الجنب ده ومن الجنب ده، اعملها سد كده على السمكة زي المركب كده، تبقى شكل المركب. وبعدين من عند راسها برضو واقفل كويس يوم حلو اهي يا حبيبي، ولا اسهل من كده اهو. اجيب الصينيه بتاعتي واعمل احطها فيها. طبعا انا عندي الصينيه مش هتاخد الكميه كلها، فانا حطيت كل 2 في صينيه اهوت يا حبايبي، ولا اسهل من كده. هاجي بقى بعد ما عملت الكميه بتاعتي كلها بورق الفويل كده، هنزل بقى بالخضار عليه واحده واحده كده على كل سمكه بالخضار اهوت اهو يا حبايبي. الخضار ده بيستوي وبيتبل وبيدي طعم جميل للسمكه، ويبقى ريحته جميله كده اهوت. بعمل احط على السمكه واحط في البطن. احنا بنفتحه من الظهر ليه؟ علشان يبقى المفروض من الظهر، ونحط التتبيله في البطن وعلى السمكه من الظهر كده. شايفين؟ والله يا بنات ما شاء الله لسه ما دخلش الفرن وريحه التتبيله ما شاء الله، اللهم صلي وزد وبارك. اهو يا حبايبي كده نعمل كده اهو. توزعي انا عايزاك توزعي كل الخضار على السمكه من على الظهر عشان لما تيجي تدخل الفرن وتستوي تبقى كلها شاربه من البهارات ومن الخضار اللي احنا حاطينه كده اهو يا حبايبي. وده كده يا حبايبي السنجاري بتاعي خلص. حطيت الحشو بتاعه، هنزل بقى عليه بزيت، احط زيت كده على الوش، انزل على كل واحده برشه زيت. وما شاء الله السنجاري بتاعي جايباه النهارده ما شاء الله سمين، بطنه سمينه، مش هياخد زيت كتير عشان هو سمين. ايوه كده اهو. وده عندي يا حبايبي السنجاري بتاعي اهو. عندنا يا حبايبي بعد ما سبت السنجاري في التلاجة لمدة ساعتين يتبل، اجيب السمكتين التانيين اللي انا قلت لكم عليهم، فتحتهم من بطنهم وتبلتهم بعد طبعا ما تنضفوا وتنقعوا بميه وملح وخل. تبلته
برضو بالتتبيله اللي انا تبلت بها السنجاري في الاول، عشان اعمل بيهم صينيه سمك بوري بالخضار. هجيب صينيتي، الصينيه اللي انا هعمل فيها اهيت. اول حاجه هنزل بالبطاطس. عندي بطاطستين، مكونات الوصفه: عندي بطاطستين اهمت، وعندي بصلايه، قرنين فلفل احمر واخضر، وليمون، وخل وزيت سوري. هنزل يا حبايبي، اول حاجه هنزل بيها البطاطس زي ما قلت لكم. انا البطاطس اهو، دي طبعا شويه خضروات بالتوابل فاضت من السمك السنجاري، هحطهم على البطاطس. هوزع منهم حبه على البطاطس عشان يديها نكهه ويديها طعم. هنزل بقى بنصهم كده اهيت، وهنزل بالفلفل كمان اهو يا حبايبي. خدت نص الفلفل، نزلت حطيتهم على البطاطس. وهاجي برضو هنزل البصل، هاخد نص بصل كده حبة اهوت. ادي صينية الخضروات بقت عندي جاهزة اهوت كده، بقت كل حاجة عندي جاهزة. هحط ملح وكمون وفلفل اسمر، وهنزل بشوية زيت على الخضار بتاعي اللي في الصينية اهوت كده، واقلبه بقى في بعضه عشان ياخد من بعضه ومن التوابل ويبقى طعمه حلو قوي. الله الله يا بنات، ما شاء الله. هذا كده الخضار بتاعي، بسم الله ما شاء الله. ريحته اصلا من قبل ما يدخل الفرن ريحته جميله ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. كده عندي الصينيه بتاعتي يا حبايبي بقت جاهزه. هجيب بقى السمكيه بتاعتي، السمكتين هاخدها على جنب كده الاول، وبعد كده هجيب السمك عشان اعمل فيه فتحات. ادي السمك بتاعي قبل ما احشيه، هقوم عامله فيه فتحات كده اهو، عشان التتبيله لما تتبله التتبيله تكون شاربه من السمكه، شاربه التتبيله كلها، يبقى التتبيله كلها داخله السمك ومتبل كده. بقى عندي السمك بتاعي اهو فتحته. انا بقى شويه الخضروات اللي انا كنت سايباهم متبلين، حطيت عليهم عودين كرفس وعودين كزبره ونص فص توم مفروم، وهقلبهم مع بعض كده يا بنات كده. وهحشي بيهم السمكه بتاعتي، همسك البطن كده واحشي بيهم سمكتي زي ما انتوا شايفين اهي كده. وكده نبقى حشينا السمك بتاعنا اهوت اهي ما شاء الله. هاجي بقى اعمل ايه بقى، هنزلهم في الصينيه بتاعتي كده، احطهم على البطاطس كده اهيت، وانزل بقى ببقيه البصل بتاعي يا بنات. شويه البصل اللي احنا كنا سايبينهم هننزلهم بقى كده كده، والفلفل الالوان كده بيدي طعم وبيدي ريحه. نجيب بقى الليمون بتاعنا، عصر عليه ليمون كده عشان تاخد من كل النكهات كده اهو يا بنات. الله الله، احلى صينيه سمك والخضار. وده كده عندي بقى جاهز يا بنات.
صينية السمك عندي جاهزة، هحط بقى عليها زيت ومعلقة خل. معلقة خل واحدة بس كفاية، نزل على طول. واسيبها بقى هي كمان تتبل مع بعض مع نفسها كده ساعتين هي كمان، بعد كده هندخلها الفرن. كده بقت صينية السمك البوري بالخضار جاهز. هسيبها ساعتين تتبل وتاخد من التتبيلة ومع نفسها في التلاجة. وده يا حبايبي السمك بتاعنا السنجاري. ده السنجاري بعد ساعتين انا دخلته التلاجة، فضل ساعتين متبل في التتبيلة بتاعته، وبعد ساعتين طلعته عشان ادخله الفرن. وده صينية السمك بالخضار اهيت التانية. انا سبتهم ساعتين في التلاجة عشان يبقوا متبلين كويس. لو عايزاهم اكتر من ساعتين كمان مفيش مشكلة، على حسب راحتك. انا ادخل السمك على درجة حرارة 240 لمدة نص ساعة لحد ما يستويش، نص ساعة او اقل او اكتر لحد ما يستويش. هغطي الصينية وادخلها الفرن على درجة حرارة 240 على الرف الاخير على الشبكة. بعد نص ساعة اما اكشف عليه واشوف ان هو استوى، هشيل ورق الفويل من عليه علشان وشه يحمر. وده يا بنات السنجاري بتاعي بعد ما طلع من الفرن. الصينية التانية كمان بعد ما طلعت من الفرن. كده عندي السنجاري بتاعي جاهز، يلا نغرفه. ودي كمان صينية البوري بالخضار، طلعتها من الفرن، شايفين ما شاء الله. وده الشكل النهائي يا بنات للسنجاري بعد ما طلع من الفرن. والبوري بالبطاطس والخضار، صينية البوري بالبطاطس والخضار بعد ما طلعت من الفرن. واو ما شاء الله يا بنات، ريحته تجنن. كانت وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه؟ طريقة عمل السنجاري وطريقة عمل صينية السمك البوري بالبطاطس والخضار. يا رب تكون عجبتكم. هستنى ارائكم وتعليقاتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع اكل السمك من اكل كله من اكل بيتي وسهل وكل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.